خسيت ولكن عندك جزء اكبر من جزء. عايز اقول لك مش انت لوحدك اللي بتعاني من المشكله دي، وناس كتير بتعاني منها. والنهارده انا هقول لك على اهم 3 اسباب هم سبب في المشكله دي، وازاي تحل المشكله دي بكل سهوله. اول سبب هو العامل الوراثي، لان الجينات ليها دور كبير جدا في حته تخزين الدهون، لان اجسامنا مش زي بعضها، كل واحد وليه جسم وليه اماكن لتخزين الدهون في جسمه، فكل واحد مختلف عن الشخص التاني. رقم 2 التغذيه الغير صحيه، زي مثلا اكلك للزيوت المهدرجه والدهون الغير صحيه والسكر الصناعي وكل ما يشبه ذلك. فكل دي حاجات مش بس بتأثر على صحتك، لا دي كمان بتخلي جسمك يخزن دهون في الأماكن اللي أنت مش عايز جسمك يخزن دهون فيها. رقم 3 قلة الحركة، قعدتك قدام الموبايل كتير، قدام اللابتوب كتير، ما بتتحركش كفاية، فدي كلها حاجات تساعد جسمك إن هو يخزن دهون في أماكن أنت مش عايزها. طيب نحل المشكلة دي إزاي؟ عشان تحل المشكلة دي محتاج تعمل الحاجات اللي هقول لك عليها. رقم 1 محتاج تلتزم بنظام غذائي صحي متوازن العناصر الغذائية ويكون مناسب ليك. رقم 2 لازم يكون في رياضة في حياتك، وعايزك تتمرن في الأسبوع مش أقل من 3 أيام وحتى أقصى 5 أيام. رقم 3 يا ريت تهتم جدا بتمرين المقاومة زي تمرين الكارديو، ما تروحش تقعد تموت نفسك في تمرين الكارديو وتهمل تمرين المقاومة. هدف إن أنا ما أخسرش عضلات أثناء خسارة الدهون من جسمي، فمهم جدا انك تهتم بتمارين المقاومة زي الكارديو، وما تموتش نفسك في التمرين. لازم تتمرن تمارين مناسبة ليك، لأن التمرين زيادة عن حده بيقلب ضده، يعني الموضوع بيقلب معاك عكس ويخلي جسمك يخزن دهون ومية كل الكلام ده، فده مش هيكون أحسن اختيار ليك. فتتمرن برضه بعقل. وبس كده، هنعمل فيديو سريع عن موضوع ان انت يبقى عندك جزء ازيد من جزء والكلام ده كله. التزم بكل اللي قلت لك عليه ده وهتشوف الفرق بنفسك. الاهم بقى من ده كله ان انت لازم يكون ليك برنامج تدريبي يتناسب معاك انت حسب حالتك انت. الموضوع مش فهلوه ولا نصاحه. لو عايز تتاكد من كلامي ادخل يا باشا على جوجل، اكتب تمارين، هيجيلك تمارين كتير جدا. بس ايه اللي يفرق جوجل عن المدرب؟ ان المدرب ليه نظره غير نظرتك انت تماما، وغير جوجل، لان جوجل ما يعرفكش. جوجل هيظهر لك الحاجات اللي انت بتبحث عنها بس، لكن مين اللي هيقول لك اتمرن 1 2 3 وده يتناسب معاك، ومين اللي هيغير الخطه ويعدل في الخطه؟ المدرب. فعشان كده المدرب لا غنى عنه. لو انت قادر انك تشترك مع مدرب اعمل كده، مش قادر يبقى التزم بالتعليمات اللي قلت لك عليها، هتوصل لنتيجه كويسه. صباح الفل. سلام.